بصوا يا جماعة، جد مش هزل. البقاء لله في الرياضة، البقاء لله عز وجل في الرياضة، جد مش هزل المرة دي. والرياضة لن يكون لها دور إذا البيان ده صحيح، إذا البيان ده صحيح. جد مش هزل، ولا لو صرخوا الأندية والوقفة بتاعت بكرة اللي هيبقى فيها آلاف مؤلفة لو عملوا إيه، هم مش مهمين، هم ملهمش دور. المرحلة اللي جاية ولا تفرق الرياضة، المرحلة اللي جاية صعبة جدا لو البيان ده صحيح. لو البيان ده اللي بيقولوا انه جاي من المركز الاعلامي لحزب الحرية والعدالة، انه لا اصدروا بيانات ولا عندهم لجنة رياضية ولا عندهم حاجة خالص من دي، والناس تاخد بالها من البيانات اللي بتيجي والكلام اللي بيجي، يبقى بالفم المليان البقاء لله في الرياضة المصرية مش في كرة القدم. صرخة بطلقها يوم 20/10 من هنا من مودرن، البقاء لله في الرياضة المصرية، لن تقوم للرياضة قائمة. الموضوع انتهى، الموضوع خلص لو البيان ده صحيح خالص. ناس ولا فرق معاها لا رياضة ولا حاجة من دي ولا كلام من ده خالص، في أجندة محددة، هو ده المهم. برضو ارجع اقول لو البيان ده صحيح، دايما كده جملة اعتراضية وهلم جرة. واتصور انه بكده بنشد خط، يعني وجب علينا ان احنا نحترم نفسنا وما نظهرش تاني. بتكلم جد والله، جد مش هزل خالص، لحسن الناس ممكن تخلط بين الجد والهزل. وجب علينا ان احنا نحترم نفسنا ونقعد في بيوتنا، مش مهم، مش هتفرق. انا معايا 10، معايا 1000، معايا 10000، معايا 30000، معايا 100,000، مش فارقة خالص خالص. موضوع اتحسم تماما لو ان هذا البيان صحيح، ولا فرق مع الناس. يا اما كل واحد يدور على حقه ياخده ازاي. جد مش هزل. انا الحلقة دي كنت مجهز فيها حاجات جميلة جدا هتكلم فيها، لكنها اتقلبت معايا، وقلبت معايا بغم، بجد قلبت معايا بغم، بنكد يعني. لانه لازم الواحد يعيد حساباته مع نفسه، ويعيد حساباته مع اللي حواليه، ويعيد حساباته مع السياسة العامة للبلد. ادي البيان من حزب الحرية والعدالة حول البيان المنسوب له بعودة الدوري. ينفي حزب الحرية والعدالة صحة البيان المنسوب له حول عودة الدوري العام، ويؤكد الحزب أنه ليس ضمن هياكله الحزبية أو لجانه وأماناته الفنية لجنة تحت مسمى اللجنة الرياضية لحزب الحرية والعدالة، وبالتالي فإن كل ما نشر حول هذه اللجنة ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بحزب الحرية والعدالة.